مرحبا، يسعد أوقات متابعيني الحلوين والغاليين. معكم نكهات سورية مصرية. اليوم إجا على بالي أعمل أكلة حلو خفيفة وسريعة وبسيطة وما بدها وقت كتير بالشغل، فقلت ما إلي غير هذا الحلو كنت أكله أنا وصغيرة، فأنا بسميه حلا الطفولة. حبيت شارك معكم هاي الوصفة وإن شاء الله بتعجبكم. هلأ هون عم بورجيكم أنا نوعية السميد اللي بدي أشتغل فيه، سميد البسبوسة، لازم يكون ناعم. لهي الوصفة راح أحتاج كاسة سميد، معهم كاسة سكر، وبزيدهم 5 كاسات مي، يعني لكل كاسة سميد كاسة سكر 5 كاسات مي. حابة رحب بالمشتركين الجداد وقول نورتوني وشرفتوني، ولا تنسوا تدعموني بلايك وتعليق حلو مثلكم. هلا هون حبايبي بعد ما ضفنا المي منحرك كتير منيح ومنضل عم نحرك ما منتركها. هلا هون بلش يسخن السميد، بعد ما سخن وحسيته صار قوامه منيح بزيد ملون طعام. اللون مالكن مقيدين بلون معين. شوفوا هون بعد ما غلى واستوى السميد يعني نطفي النار عليه ومنزيد معلقتين ماء زهر او 3. انا بحب نكهة الماء زهر تكون واضحة. هلا هون بعد ما غليت وفتح حبة السميد رح صبه بجات بايركس كبير مثل ما كنتم شايفين بمدهم مشان تصير بمستوى واحد. هلا رح اعمل الطبق الثاني كمان نفس المعيار، لكل كاسة سميد كاسة سكر و5 كاسات مي. هلا هون بعد ما استوى السميد لازم يكون قوام السميد بالطبقة الأولى والطبقة الثانية هيك. إذا أول مرة بتشوفوني بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. هلا مثل ما شفتوا نزلت الكمية الثانية فوق الطبقة الأولى. هلا أنا حبيت بعد ما مرق شي 5 دقايق 10 دقايق زينها بشوية جوز الهند، وهذا شكلها النهائي. شوفوا الألوان ما أحلاها، وإذا مو متوفر عندكم ألوان طعام مو مشكلة، فينا نستغني عنهم. هلا هيك وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي، بتمنى يكون عجبتكم وصفة اليوم، وهلا بقولكم بأمان الله وباي باي حبايبي.